هل فكرت قبل كده انت ليه بتاكل بالطريقة دي؟ ليه بقيت بتاكل كده؟ وهنا انا مش بتكلم على ان انت بقيت بتاكل فطار وغدا وعشاء بس بكميات اكتر شوية، او مثلا فطار وغدا وعشاء وفيهم مقليات مثلا او سكريات. لا، انا بقيت بتكلم على ان انت بقيت بتاكل بنمط مش متعود عليه، وده مش انت. بقيت بتاكل بكميات اعلى بكتير جدا 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 في وقت اقل. بقيت بتاكل بسرعة جدا، بقيت بتاكل اكنك لازم تخلص الاكل دوت. حصل حاجة انت مش فاهمها، وانا ازاي بقيت كده؟ بقيت بتاكل لو انت متضايق ولو انت مضغوط شوية، بقيت بتاكل لو انت حالتك النفسية سيئة، بقيت بتاكل بعد يوم كان فيه توتر وضغط وستريس كتير قوي، فبدات بتطلع كل ده في الاكل. لما ده حصل، هل انت وقفت وسالت نفسك ايه اللي حصل لي؟ هو ده اضطراب الطعام، هو ده الايتنج ديس اوردر اللي فيه نوعين مهمين. في ناس بتعاني من حاجه اسمها بنج ايتنج سندروم، وده هقولها دلوقتي. في ناس بتعاني من ايموشنال ايتنج، وهو ده برضه هقوله دلوقتي، لانك لو فهمت انت مين واقف فين تعرف تعالج ده كويس. الاول انا هقول لك اعراض كل نوع، ولازم تساعدني وتقول لي في الكومنتات انت انهي واحد من الاثنين دول، عشان نبدا نفكر مع بعض ونقول ايه الحل. اول حاجه النوع الاول البنج ايتنج سندروم. البنج ايتنج سندروم ده انك بتاكل كميات اعلى بكتير، وركز بكتير هنا، يبقى انا بقيت بتكلم على كميات انت عمرك ما اكلتها. مش مثلا انت بتاكل رغيف فبقيت بتاكل اتنين، لا انت بتاكل رغيف بقيت بتاكل خمسه. ده البنج ايتنج سندروم. وبقيت بتاكل بورشنز اعلى. يعني ايه بورشنز؟ يعني الحجم الاكل اكتر. لو انت كنت بتاكل قطعتين بيتزا فانت بقيت بتاكل بيتزتين. الحاجات بقت بتتضاعف في وقت اقل جدا. بقيت بتاكل بسرعه جدا جدا جدا، ما بقتش بتشبع اطلاقا. بتاكل لحد ما تبقى عندك اعراض سيئه من الاكل، معنى ان انت مش قادر تاخد نفسك، ان انت زودت جدا الاكل، ان معدتك تعبتك جدا جدا جدا. فده البنجي ايتنج سندروم. اما ان الايموشنال ايتنج ده نوع مختلف تماما. الايموشنال ايتنج ده هو الاكل العاطفي، الاكل المرتبط بالحاله النفسيه. احيانا بيرتبط بالحاله النفسيه السعيده، لان انت لما نجحت احتفلت مع صحابك وشربت بيبسي وكلت مش عارفه جاتوه، فده بقى مرتبط بالحاله النفسيه. او ان انت بعد يوم مضغوط فيه روحت كلت سكريات، ودي الاغلب بيعمل كده. او ان انت لما كنت مكتئب قفلت على نفسك وقعدت تاكل الحاجات اللي انت بتحبها عشان يديك شويه سعاده ويديك شعور افضل شويه ويعلي لك الدوبامين بتاعك. ده الاكل العاطفي. وده الاعراض شويه بتاعته مش مرتبط قوي بكميات، لانك ممكن تاكله بكميات اقل فعلا، بس هو مرتبط اكتر بالحاله النفسيه بتاعتك. وده الربط اللي بقى بيحصل، وهو عشان كده اسمه ايموشنال ايتنج، يعني الاكل المرتبط بالعاطفه والمشاعر وهكذا. طيب الايموشنال ايتنج مش دايما حاجه مرضيه. يعني ايه؟ يعني في ناس بتعاني من الايموشنال ايتنج لانها بقت مرتبطه فعلا بيوم مضغوط، بحاجه كانت كويسه، وهو مش بيعاني من زياده الوزن ومش بتتكرر كتير. يعني بدات تتكرر، بتتعمل مثلا مره في الاسبوع، دي حاجه طبيعيه تماما. بتعملها مرتين ايفن في الاسبوع لو انت مش وزنك زايد، فدي حاجه عاديه تماما. فالايموشنال ايتنج مش دايما مرضي. طب امتى الايموشنال ايتنج مرضي؟ ان مع اي تغيير في حالتك النفسيه، حتى لو حاجه بسيطه جدا زي حد قال لك كلمه ضايقتك في يوم فانت رحت عامل ده، تكرار دوت على وقت اقل، يعني انك بقيت بتعمله 4 مرات في الاسبوع مثلا لمده شهرين متصله، هنا بقى مرضي، وهنا لازم نقول العلاج بتاعه. طيب نرجع تاني للنوع الاول البنج ايتنج سندروم. احنا قلنا انك بتاكل كميات عاليه جدا 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 في وقت قليل جدا جدا بسرعه جدا جدا، فده مرضي تماما. ومرضي ان انت لازم تاخد خطوات جديه في العلاج، ودي برضه هقولها دلوقتي. بس ازاي بنشوفه لو هو اتكرر مرتين في الاسبوع لمده 3 شهور، فهنا انت لازم تروح لمتخصص. وهنقول دلوقتي اللاينز بتاعت العلاج عامله ازاي، الخطوط العريضه بتاعت العلاج. الاتنين الاول احب احذر ان الدايت للاسف القاسي لفترات طويله ولو في صيام كتير فهو مضر جدا 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 ليهم. فلو انت بتعمل دايت قاسي، لو انت بتعمل كيتو دايت، لو انت بتعمل صيام متقطع فترات طويله متصله، فده لازم يقف تماما لحد ما تعالج الاول لو انت من النوع دوت او النوع دوت. وهنقول دلوقتي العلاج ازاي، وبعد كده تبدا تعمل دايت متوازن تمام. خلينا نتكلم في خطوط العلاجيه الاول. الخطوط العلاجيه هما خطين. اول حاجه النيوتريشن ثيرابي، العلاج اللي هو مرتبط بالتغذيه، اللي هو مع طبيب التغذيه، اللي هو مع الدكتور بتاعك بتاع الدايت بتاع التغذيه، بس يكون هو عنده علم بالموضوع دوت. يا اما انت قايل له، يا اما هو كان شاكك ان انت كده وبعد كده حولك لسايكوثيرابي، ده النوع التاني وده الخط التاني من العلاج. العلاج النفسي اللي من تحتيه هنتكلم في فروع مهمه، يبقى انت ازاي بتتعالج منه اصلا. اول خط في العلاج النيوتريشن ثيرابي. لا انا يعني هتكلم فيه بصوره اكتر شويه. ان هو اول حاجه لازم توقف، لو انت عامل دايت قاسي جدا فده لازم يقف تماما.
لو انت بتصوم لفترات طويله جدا 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 فلازم يقف تماما. لازم تعمل دايت متوازن وبتاكل ثروت اليوم كله، خلال اليوم كله مخلي اكلك متزن. فده هيساعدك ان انت تبقى منظم، ان انت مش محروم قوي، فمش دايما الاعراض هتبقى بتزيد معاك. فدي اول حاجه، ده الخط العريض اللي احنا نتعامل بيه. طيب لو انت لسه فاكر معايا، احنا قلنا البنج ايتنج اللي هم بياكلوا بكميات اعلى، الشراهه، الاكل بتاع المرتبط بالشراهه وكميات عاليه جدا، ده انت محتاج تعمل سكيل كده، يعني مقياس لجوعك من 0 ل 10، وتبقى قبل ما تاكل تبقى عارف انت دلوقتي جعان كام، وتكتب يعني لازم يبقى عندك نوت بوك كده بتسجل فيها، والله انا جعان النهارده 4 دي يعني انا مش لازم اكل كتير قوي، انا جعان النهارده 9، فهنا انا لازم اكل كتير قوي وعاوز اكل كتير قوي. هقول لك طب الحلول هتبقى عامله ازاي. خلينا نرجع الاول، يبقى دي اول حاجه، ان اليوم لازم يبقى فيه البالانس دايت متوازن، لازم يبقى فيه اكل على مدار اليوم كله متنوع، وفيه فاكهه وفيه نشويات وفيه بروتين وفيه دهون صحيه، لازم يبقى كل ده متنوع عشان يخليك تشبع شويه، وهنقول ازاي برضو تشبع في الاخر. بس لازم تعمل السكيل اللي هي بتاعت 0 ل 10 وتحدد بالظبط انت جوعك واقف فين. طيب لو الايموشنال ايتنج، الجوع العاطفي، لازم الدايت بتاعك يبقى فيه حاجات بتحافظ على الدوبامين والسيروتونين. الحاجات دي زي الكاكاو الخام وزي الشوكولاته الدارك وزي ادويه ينفع مع الدايت زي التريبتوفان، انا كنت اتكلمت عليه في فيديو قبل كده. فاذا العلاج المرتبط بالنيوتريشن هو واضح، انت لازم تبقى فاهم انت واقف فين وهتعالج ده ازاي. لو انت جعان وانت عندك جوع، فلازم الدايت بتاعك يبقى مبني على ان في بروتين اعلى بكتير وفي الياف اعلى بكتير وفي خضار اعلى بكتير عشان يبدا يحسسك بالشبع. لو انت ايموشنال ايتنج، فلازم الدايت بتاعك يبقى فيه كاكاو خام، لازم الدايت بتاعك يبقى فيه فاكهه شويه متنوعه مش نوع واحد، ولازم يبقى فيه حاجه بتحافظ على السيروتونين والدوبامين زي التريبتوفان. خلاص، فيبقى هنا احنا قلنا ده الخط العلاجي المرتبط بالتغذيه. الخط السايكوثيرابي اللي هو العلاج النفسي، فانت في الاخر انا هقول لك بس هنتس بسيطه، بس ده لازم مع دكتور نفسي. انت هتروح وهيبقى فيه جانب علاجي دواء، الدكتور هيحدده على حسب طبعا السيفيرتي بتاعت حالتك، على حسب شده الحاله بالظبط هو واقف فين، ده طبعا الدكتور اللي هيحددها. وهيبقى فيه سيشنز واضحه ان هي بتعامل مع مشكلتك، يعني بقى فيه جلسات بتتعامل مع مشكلتك. زي ايه؟ زي ان انت لازم تتحكم في مشاعرك اكتر، لازم تبقى عارف ان انت دلوقتي متضايق من ايه. انت مش متضايق عشان الاكل قليل، انت متضايق عشان عندك مشكله كذا كذا كذا. طيب تبدا تفكر في حلول ليها ازاي، لان الاكل هيزود لك المشاكل، فلازم تبدا تفكر كده. دي انا مش اشطر واحد فيها، دي في مختصين عشان يعالجوك منها. ولازم تبقى فاهم ان ده خط لازم تبقى مديله احترام، وانا كمان مديله احترامه، عشان نبدا نشتغل كلنا بصوره واضحه ان احنا لازم نساعد بعض ولازم نوصل لحاجه كويسه. في الاخر لو انت وصلت معايا هنا، فاتمنى اكون قدرت اساعدك. بصراحه مش هطلب منك اقول لك اعمل لايك وشير في الفيديو دوت، هقول لك اطمن، انت مش لوحدك. لازم تبقى فاهم الموضوع عامل ازاي، انت ولا مفجوع ولا ضعيف، انت عندك مشكله حقيقيه لازم كلنا نحترمها ونحاول نساعدك فيها. واطمن لان دي البدايه. اول حاجه لو انت فهمت نفسك اكتر، واتمنى هو دي رساله الفيديو، اتمنى دي تبقى وصلت لك. لو انت فهمت نفسك هتعرف تحلها، لان انت السؤال والجواب ومفتاح اللغز. وزي ما قلت لك قبل كده، محمود درويش بيقول: وكأن نصحو من النوم معافين من الخيبة، لم نحلم بأشياء عصية، نحن أحياء وباقون وللحلم بقية. فحلمك مشروع يا صديقي، واطمن وانا معاك. انا مش بس دكتور دايت، انا محمد عصام، صاحبك في الرحلة.